أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ازيكم؟ أنا عمر عزازي، مدرس الشريك لحظ الذكورة بكلية الطب جامعة القاهرة. خليني أفكركم إن سلسلة الحلقات دي مش تفسير قرآني، لكنها بتتكلم عن الجانب النفسي والتوعوي في العلاقات الزوجية من واقع خبرتنا في علم الذكورة واللي بنشوفه كل يوم في العيادات. خليني أفكركم برضو اللي قلناه في الحلقات اللي فاتت، إن الآية دي نزلت في سياق إباحة العلاقات الزوجية في ليل رمضان كنوع من أنواع التيسير والتسهيل والرحمة. وبعد الإباحة مباشرة جه التعبير الرائع ده: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وزي ما كنا قلنا في الحلقة اللي فاتت إن اللباس في اللغة معنى الستر والقرب والدفء والحماية، زي ما اللبس بيغطي الإنسان ويحميه ويكون أقرب حاجة ليه، كذلك الزوجين المفروض يكونوا لبعض ستر وأمان وغطى لبعض. والمعنى هنا متبادل مش اتجاه واحد. انت من الحلقة اللي فاتت انبسطت وقلت لها شفتي دكتور عمر قال ايه؟ انا بقى محتاج تعملي وتسوي. استنى تعالي لي. وأنتم لباس لهن. بعض الأحيان لو مفهوم القوامة بمعناه الكامل بدأ يغيب عند الست وحست إنها متمرمطة مش متقدرة من الراجل بتاعها، ده ممكن يكون بيخليك تنقص شوية في عينيها، ويمكن ده بيكون جزء كبير جدا من المشاكل الزوجية اللي بتترجم بعد كده إنها تقول أنا مش مبسوطة في العلاقة، وبيكون ده مش حقيقي. لا خالص، هي مش عارفة تقولك أو خايفة تقولك إن في مشكلة تانية، إنك مش واخد بالك منها كويس، إنك ما بتصرفش عليها كويس، إنك مهملها شويتين تلاتة. فتروح بدل ما تقولك الكلام ده كله تبدأ تقولك والله أنا مش مبسوطة في العلاقة الزوجية، أو إن أنت عندك مشكلة كذا وهي ما عندكش. وده فعلا بنشوفه كتير في العيادات بشكل يومي. وأنتم لباس لهن. أنت غطا وستر عليها وسند ليها، ما اسمعش إنك بتزعلها ولا تتخانق معاها. دي أمانة أبوها سلمها ليك. شوف هي محتاجة إيه، شوف هي زي ما كانت الحلقة اللي فاتت، هي اللي كانت المفروض تخلي البيت ده سكن ومودة وإنك راجع عشان تنبسط. أنت أصلاً المفروض تكون سبب انبساطها وسبب سعادتها. أنت مصدر الأمان ليها، أنت مصدر القوامة. والقوامة هنا مش معناها طلاق وبس، معناها مسؤولية ورعاية وقيام على شؤونها بالرحمة والحكمة، مش تحكم ولا قسوة. لأن اللي ربنا وصفه إنه زي اللبس عمره ما يكون مصدر خوف. أنت مفروض ما تكونش مخليها تتمرمط ورايحة جاية، أنت مفروض تكون كل حاجة بالنسبة لها، الاحتواء الكبير والحضن الكبير. أنت الصاحب والأخ، أنت الأمن والأمان. مش تكون خايفة تقولك حاجة وتروح تقولها للناس كلها لأنها خايفة تتكلم معاك. مش عاملين ننتكف في بعض ليه؟ ولو هنرجع للواقع اللي بنشوفه في عيادتنا، يمكن ده بيكون جزء رئيسي من حل جزء من المشاكل الكبيرة اللي بنشوفها في كتير من البيوت ومشاكل العلاقة الزوجية. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. يعني ستر متبادل، أمان متبادل، واحتواء متبادل. وخليكم فاكرين زي ما بقول كل مرة، اوعوا تسمحوا للشرخ انه يحصل، لأنه لو حصل صعب يتصلح. كل سنة وانتم طيبين.